اشوف عروضه مختلفه. بس بالفعل جت الفرصه ودخلت معاه في فانتازيا، والحقيقه ان هي كانت من امتع التجارب اللي انا عشتها في المسرح عموما، لان هو نوعيه المسرح اللي مايكل بيعملها ممتعه وفيها الوجبه كامله. فبصراحه انا نكشني كده ان انا عايزه اتعلم من مايكل بشكل حقيقي، لان احنا في وسط مجموعه كبيره مش هبقى عارفه اخد منه اللي انا عايزاه ويعلمني الحاجات اللي انا محتاجاها. والحقيقه ان احنا على مدار الورشه كلها انا استفدت جدا. انا خدت ورش قبل كده، بس حقيقي مايكل مدرسه مختلفه تماما. مايكل بيتعامل معانا كمان بشكل مختلف، عارف كل حد فينا محتاج ايه، هو ايه الحاجه اللي هتكليك معانا فتقدر تخلينا مميزين في الحته بتاعتنا بنفس الستايل بتاعنا. بيعلم لنا على الحتت اللي احنا مش احسن حاجه فيها وبيحسنها، دي نقطه مهمه. هو بيعدي على المدارس كلها، بيعدينا كمان على نوع من انواع الثقافه المختلفه اللي انا ممكن ما يجيش على بالي ان انا احس ان هي ريليتد قوي للتمثيل. لا، بيلففني لفه كده حلوه قوي، بيخليني اشوف الحاجات اصلا من منظور مختلف. فكل الحاجات دي بتخليني شخص افضل اصلا، حتى بغض النظر عن التمثيل بتخليني شخص افضل، وشخص طريقته في التفكير وفي رؤيه الاشياء اصلا مختلفه. فالحقيقه ان انا حتى بتكامليه العرض في الاخر والباكج دي كلها رائعه، بس انا دخلت الورشه وانا شخص وخرجت من الورشه فعلا شخص وفنان افضل. فشكرا جدا يا مايكل. وهو طبعا يعني شهادتي فيه مجروحه، لان هو اخ وصديق وحاجات كتير، لان هو فعلا فنان حقيقي. بس كده.